وزيرة التضامن الاجتماعي تزف خبر صار منذ قليل لما يقرب 22 مليون أسرة مصرية. الفلوس جاهزة الآن. إليكم التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناتنا الكرام. لا تنسى إعجابك بالفيديو واشتراكك في القناة ومتابعة الصفحة. تعالوا سويا نتعرف على تفاصيل نشرتنا الإخبارية الهامة الذي لحقناه منذ قليل بأحدث العناوين الإخبارية لهذا اليوم. وقبل البدء أفكركم وأفكر نفسي دائما بالصلاة على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. حسنا مكالية وتحبش نفسك منها في التعليقات. إليكم التفاصيل. بشرى سارة وسعيدة من وزيرة التضامن الاجتماعي لأصحاب المعاشات. زفت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباش بالبدء الفعلي لصرف المستحقات المالية لبرنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي والعجز والشيخوخة والمطلقة والأرملة وذات الاحتياجات الخاصة من أصحاب وأبناء السجناء وأبناء الشهداء. وقد وجهت السيدة الدكتورة نيفين القباش وزيرة التضامن الاجتماعي بالبدء الفعلي لصرف المستحقات المالية لهذه الفئات بداية من يوم الخميس 15/2/2024 في وسط إجراءات احترازية من خلال الماكينات الإلكترونية الحديثة. مستحقين الدعم يقدرون يصرفون المستحقات من كافة الماكينات الإلكترونية يوم الخميس والجمعة والسبت في أيام العطلة الأسبوعية. وإن هناك بعض الفئات الذين يستقضون معاشاتهم من مكاتب البريد أو بنك ناصر الاجتماعي فيصرفون يوم الخميس، وتستأنف عملية الصرف مرة ثانية يوم الأحد 18/2/2024. أعزائي متابعين قناتنا الكرام، أشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.